السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنشوف توقعات العقرب بتاريخ 29/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج العقرب. على الصعيد العام، الطاقة العامة عندك النهاردة يا عقرب بتتكلم عن حركة بعد سكون، وعن ترتيب داخلي بيحصل من غير ضجيج. في إحساس إنك كنت واقف مكانك شوية، مش لأنك عاجز، لكن لأنك كنت محتاج تفهم الصورة كاملة قبل ما تتحرك. النهاردة الفهم ده بيكتمل، ولو بهدوء ولو من غير إعلان. انت يا عقرب اليوم حاسس ان في خطوات بتترتب قدامك واحدة واحدة، مش قفزة واحدة، لكن طريق بيبان قدامك واضح حتى لو كان طويل. الطاقة بتقولك انك بدأت تحس ان الامور اخيرا ماشية في الاتجاه الصح، حتى لو السرعة اقل مما كنت بتتمنى. في رسائل بتجيلك من الحياة نفسها، مواقف صغيرة أو كلام عابر أو إشارات بسيطة، كلها بتقولك إنك مش لوحدك، وإن اختياراتك يا عقرب الأخيرة كانت صح حتى لو الناس مش شايفاها. النهاردة مناسب جدا لأي قرار كنت مأجله، مش قرار مصيري كبير لكن خطوة عملية، مكالمة أو ترتيب أو بداية جديدة حتى لو بسيطة. المهم إنك تتحرك يا عقرب من مكانك بإرادتك، مش لأنك مضغوط. واضح كمان إن في تحسن في الحالة النفسية، عقلك أهدى وقلبك أخف، وفي تصالح مع فكرة إن كل حاجة ليها وقتها، مفيش استعجال ومفيش جلد ذات زي الأول. لو كنت حاسس إنك شايل هموم كتير، الطاقة بتقولك إن الهموم دي بتتفكك مش من مرة واحدة، لكن على مراحل. كل يوم بتشيل حمل وكل خطوة بتقربك من مرحلة أكبر. كمان النهارده مناسب يا عقرب انك تراجع نفسك بهدوء وتقول ايه اللي نجح وايه اللي محتاج يتعدل وايه اللي خلاص دوره انتهى. كمان رسالة اليوم بتقولك يا عقرب انت مش بتبدأ من الصفر، انت بتكمل من مكان اقوى بكتير. كمل طريقك على مهلك، واللي جاي اهدى واوضح من اللي فات. أما على الصعيد العملي، النهاردة الشغل عندك ماشي بطاقة مختلفة يا عقرب، مش طاقة استعجال لكن طاقة تأسيس، كأنك بتزرع حاجة دلوقتي علشان تحصدها بعدين، ويمكن مش بعد وقت طويل زي ما كنت فاكر. في إحساس إنك بتبني خطوة بخطوة حتى لو اللي حواليك مش واخدين بالهم. انت يا عقرب اليوم عندك فرصة تثبت نفسك مش بالكلام لكن بالفعل. شغلك بيتكلم عنك وتركيزك واضح، وفي احترام غير مباشر بيجيلك من ناس أعلى منك أو ليهم تأثير في المكان، حتى لو ما قالوش حاجة صريحة. الطاقة بتقولك إن اسمك اتحط في الاعتبار. ولو بتدور على شغل أو بتفكر تغير مسار مهني، النهاردة مناسب جدا إنك تبدأ تخطط وتبعت وتسأل، أو تفتح باب كنت مأجله. مش شرط النتيجة تيجي، لكن البداية محسوبة صح. كمان في شغل جماعي أو تعاون ظاهر في طاقتك يا عقرب، بس لازم تاخد بالك، مش كل اللي بيضحك قدامك ناوي يساعدك. خلي تركيزك على هدفك ومتحرقش مجهودك في إثبات نفسك لحد مش مهم. النهارده مناسب للأعمال اللي فيها إبداع، تفكير خارج الصندوق، أو اعتماد على مهارة خاصة عندك، حاجة أنت بتعملها بطريقتك ومش أي حد يعرف يعملها زيك. كمان لو كنت حاسس إنك شايل حمل شغل زيادة عن اللزوم، الطاقة بتقولك يا عقرب إن الحمل ده مؤقت، وإنك بتقرب من مرحلة أخف أو من ترتيب يخلي الأمور أوضح وأسهل. رسالة الشغل بتقولك يا عقرب النهاردة انت مش بتشتغل علشان ترضي حد، انت بتشتغل علشان تبني نفسك، واللي فاهم قيمتك هيظهر في الوقت الصح. كمل واشتغل على مهلك وخلي عينك على اللي جاي مش على اللي فات. أما على الصعيد المالي، النهاردة الطاقة المالية عندك مختلفة عن الأيام اللي فاتت، فيها إحساس بالأمان النسبي حتى لو الظروف مش مثالية 100%. كأنك بتشوف الصورة الكبيرة بوضوح أكتر، وبقيت هادي في تعاملك مع الفلوس، لا اندفاع ولا خوف زيادة عن اللزوم. انت يا عقرب اليوم بتشتغل بعقلية الاستمرار، مش مجرد دخل سريع وخلاص، لكن تفكير في أساس ثابت، حاجة تعيش وتكمل. في إحساس إنك تراجع حساباتك كويس وتفكر في المستقبل، سواء ليك لوحدك أو لناس سؤال عنهم. لو عليك التزامات مالية، الطاقة بتقولك يا عقرب إن في انفراجة تدريجية، مش دفعة واحدة لكن خطوة بخطوة. مبلغ يدخل أو مصروف يتشال أو حد يساعد بشكل غير مباشر من غير مطالب. كمان في دعم واضح في طاقتك، دعم مش شرط يكون فلوس مباشر، ممكن يكون فرصة أو نصيحة أو باب يتفتح ليك يخليك تكسب أكتر بعدين.
المهم انك تبقى واعي ومش مستعجل. النهارده مناسب جدا للتخطيط المالي بتنظيم مصروفات او تفكير في الادخار او حتى شغل جانبي بسيط يزود دخلك على المدى القريب. لو كنت حاسس قبل كده بعدم امان مالي، الطاقة بتقولك ان الاحساس ده بيهدي، مش لان كل حاجة بتتحل، لكن لانك بقيت اقوى في ادارتها وبقيت فاهم نفسك وحدودك اكتر. رسالة المال بتقولك يا عقرب الفلوس مش بتيجي بالمجهود، بتيجي كمان بالحكمة، والحكمة عندك النهاردة عالية جدا. كمل بعقلك الهادي وما تخليش القلق بكرة يسرق منك شكر النهاردة. أما على الصعيد العاطفي، النهاردة قلبك يا عقرب مش ساكت، في حنين واضح وذكريات بتطلع فجأة من غير استئذان. ممكن تكون بتفكر في شخص من الماضي أو علاقة أثرت فيك وسابت علامة لسه موجودة. الإحساس ده مش ضعف، بالعكس ده واعي بمشاعرك وده شيء نادر وقيم. كمان انت يا عقرب اليوم عاطفيا عندك رغبة في الأمان، مش مجرد كلام حلو أو مشاعر لحظية. انت محتاج إحساس إنه يطمنك إن اللي قدامك فاهمك وحاسس بيك ومش ناوي يختفي أو يسيبك في النص. لو في علاقة حالية، الطاقة بتقول إن في تقارب عاطفي حتى لو من غير كلام كبير. نظرة أو رسالة بسيطة أو موقف صغير ممكن يفرق معاك جدا النهاردة. بس خليك صريح مع نفسك، أنت محتاج إيه؟ حب ولا طمأنينة ولا اعتذار؟ ولو في بعد أو انفصال، الطاقة بتشير إن المشاعر لسه موجودة سواء عندك أو عند الطرف التاني. في تفكير وفي اشتياق، لكن في نفس الوقت في خوف من تكرار نفس الوجع. القرار مش سهل وعشان كده الصمت حاضر. العقرب اليوم محتاج يسمع كلمة تطمنه أو يحس إن مشاعره مرحب بيها ومش عبء. بلاش تكتم أكتر من اللزوم، لأن قلبك النهاردة محتاج يتكلم حتى لو الكلام ده مع نفسك الأول. رسالة الحب بتقولك يا عقرب النهاردة مش كل اللي فات لازم يرجع، بس كل اللي حسيته كان حقيقي وتستحق إنك تحترمه ومش تنكره. افتح قلبك على قدك واختار اللي يقدرك مش اللي يسيبك دايما في حالة انتظار. أما على الصعيد الصحي، النهاردة صحتك مرتبطة جدا بحالتك النفسية يا عقرب أكتر ما كنت متخيل. في ضغط متراكم جواك، ضغط شلته فترة طويلة وسكت عليه وبدأ يبان على جسمك على شكل إرهاق وشد عضلي وصداع متكرر أو إحساس إنك مش فايق حتى لو نمت. انت شخص لما بتتعب نفسيا جسمك هو اول واحد بيتكلم بدل ما انت تتكلم. النهارده الرسالة واضحة، خف شوية يا عقرب، مش كل حاجة لازم تتحارب لوحدك. كمان في طاقة استعادة قوية، بس مش بالقسوة على نفسك، بالعكس بالاهتمام. لو مهمل في الأكل أو في الشرب أو بتسهر زيادة، جسمك بيقولك يا عقرب كفاية خد بالك، لأن الإهمال البسيط لو اتكرر بيتحول لإرهاق كبير. النهاردة مناسب جدا إنك تبدأ حاجة صحية حتى لو بسيطة، بمشوار تمشيه أو نوم مظبوط أو أكل خفيف أو حتى قرار إنك تبعد عن توتر شخص معين. كمان يا عقرب عندك طاقة شفاء عالية، بس بشرط إنك تسمع لجسمك مش تتجاهله. لو في وجع قديم أو مشكلة صحية كنت بتسكت عليها، الطاقة بتشجعك إنك تهتم وتطمن، لأن الإهمال مش شطارة. كمان في رسالة مهمة ليك يا عقرب، مش لازم تكون قوي طول اليوم، الراحة مش ضعف والاهتمام بنفسك مش أنانية. كمان حاول النهاردة تقلل العصبية وتبعد عن أي نقاشات مستفزة، لأن أي توتر هيبان عليك. جسمك محتاج هدوء ومحتاج إحساس وأمان، ومحتاج إنك تحس إنك مش في سباق دايما. خلاص يا عقرب صحتك راجعة لقوتها، بس على مهلك وبوعي وبقلب هادي مش بعناد. أما على الصعيد الدراسي، النهاردة يا عقرب عندك طاقة عقلية قوية جدا، بس المشكلة مش في الفهم، المشكلة في الضغط. أنت شخص لما بتحط هدف دراسي في دماغك بتشيل نفسك فوق طاقتها علشان توصله، وده أحيانا بيخليك تحس بإجهاد ذهني أو ملل مفاجئ رغم إنك فاهم وعارف الطريق. الطاقة بتقولك يا عقرب إنك وصلت لمرحلة نضج فكري، يعني مش بتذاكر لمجرد النجاح لكن علشان تبقى أقوى وأذكى وأثبت، وده شيء يتحسب لك. النهاردة مناسب جدا إنك تراجع وترتب المعلومات ببعضها أكتر من إنك تدخل في حاجة جديدة من غير نظام. ولو أنت طالب، في طاقة تفوق واضحة، بس بشرط إنك تشتغل بعقل مش بعناد. قسم وقتك وما تضغطش نفسك في آخر لحظة، وخلي المذاكرة أذكى مش أطول. أنت لما بتذاكر صح، ساعة واحدة منك تساوي يوم كامل من غيرك.
ولو في امتحان قريب أو تقييم الطاقة بتطمنك إنك قدها، بس بلاش تسيب نفسك للتوتر أو التشتت. ثقتك بنفسك مهمة جدا دلوقتي لأنك فعلا عندك خبرة أكتر مما تتخيل. أنت يا عقرب دراسيا اليوم محتاج هدوء وتركيز ومساحة خاصة بعيدة عن الدوشة. أي ضغط أو أي صوت عالي أو نقاش جنبك هيكسر تركيزك، فحاول تعزم نفسك شوية وتشتغل على مهلك. كمان رسالة مهمة ليك يا عقرب، انت مش متأخر، انت بتبني حاجة ثابتة، حتى لو الطريق أطول شوية النتيجة هتكون أقوى. كمان الرسالة الدراسية بتقولك يا عقرب نجاحك الدراسي مش صدفة، ده نتيجة صبر وخبرة وتركيز، وكل خطوة هادية النهاردة بتقربك من مكانك أعلى لبكرة. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا عقرب، انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.